وفي الاخر النتيجه بتاعت شغل الطباعه بتاعك بيكون مرتبط بكل المراحل اللي انا كلمتك عليها في الحلقه دي. يعني لو انت مش مأمن ممكن تلاقي الكارت بتاعك مقطوع، الكتابه مش ظاهره، لو انت مش ظابط الوانك ممكن تلاقي الكلام مهزوز، ولو انت عندك مشكله في المونتاج ممكن تلاقي الكلام مقلوب. ففي حاجات كتير ممكن تحصل سببها الاساسي بيكون الديزاينر، بيكون مصمم المطبوعات. لو انت سمعت الكلام وناوي تخش مجال او تخصص تصميمات المطبوعات، فلازم تاخد بالك ان انت لو بقيت مصمم مطبوعات هتكون بداية شغلك هي نهاية شغل مصمم السوشيال ميديا. مصمم السوشيال ميديا بيبقى تركيزه في ايه؟ بيبقى تركيزه كله ان ازاي يطلع الديزاين بشكل جميل. مصمم المطبوعات بيبقى تركيزه كله ازاي يطلع نتيجة قوية وكويسة او كواليتي عالي على الطباعة. ما بيبقاش تركيزه ان الديزاين حلو على الشاشة، لا، بيبقى تركيزه اكتر ان الديزاين بعد ما يخش عمليات الطباعة نتجنب الاخطاء واحنا بنصممه علشان ما يطلع لناش مشاكل بعد كده في عمليه الطباعه. فدي نقطه كده تبقى حاططها اساس وانت داخل التخصص ده. فبيكون مهم جدا انت كمصمم مطبوعات ان يكون عندك الجزئيه الخاصه بالتركيز عاليه. يعني لازم تكون بتركز وبتاخد بالك من كل تفصيله عشان النتيجه بتاعتك النهائيه تبقى طالعه باحسن شكل. لو احنا ناويين نخش خلاص التخصص ده، فاحنا هنقسم الموضوع 3 مراحل. اول مرحله ما قبل التصميم. مرحله ما قبل التصميم دي بنعمل فيها ايه؟ بناخد بالنا واحنا لسه بنأسس للشغل. انا لسه ما فتحش الديزاين، انا لسه بس عايز اعرف اظبط الموضوع عشان انا هعمل تصميم خاص بالطباعه. لازم في التصميم ده اركز في كل تفصيله وانا ببدا الديزاين. اصلا اركز في ايه مثلا وانا ببدا الديزاين؟ اول حاجه هركز فيها هي المقاسات، يعني مقاس التصميم بتاعي. لو انا مثلا هعمل بيزنس كارد هبقى عارف المقاس اللي انا هعمله بيه ايه، هعمل فلاير، هعمل بروشور، ايا كان الديزاين اللي انا هبتديه هكون مظبط او عارف المقاس بتاعه وكاتب المقاس بتاعه بشكل صحيح. تاني حاجه الدقه او الريزوليوشن، لازم اكون عارف الدقه بتاعه نوع الطباعه اللي انا هشتغله. يعني سواء انا هشتغل مثلا طباعه اندور او طباعه اوت دور، كل الحاجات دي انا كنت اتكلمت عليها في حلقه هسيبها لكم في الاي اللي فوق هنا. دي بتتكلم عن اساسيات الجرافيك وقايل فيها اغلب التفاصيل دي. انا خلاص عرفت المقاسات وعملت الريزوليوشن بتاعي كويس. ايه المرحله الثانيه اللي انا بحتاج اعدي بيها كمصمم طباعه؟ انظمه الالوان، الكالر مود. هنظبطه في البدايه. هنبقى عارفين مثلا نظام المطبوعات اللي هو السي ام واي كي، فلازم هشتغل طباعه يبقى سي ام واي كي، ما بيتغيرش. مفيش نوع تاني من انظمه الالوان بنعملها لو احنا هنشتغل تصميم مطبوع. كده احنا فتحنا الديزاين بتاعنا بشكل صحيح، كده يبقى انا هشتغل صح. لو عكيت اي عك في الديزاين بتاعك بعد ما فتحته هتلاقي في نفسك في الاخر مش غلطان من الناحيه التنفيذيه. ده ممكن تختلف بيه مع شخص تاني، لكن حته التنفيذ التكنيك بتاع الشغل هو ده اللي انت لازم تكون ملتزم بيه لو انت بقيت مصمم مطبوعات. هنيجي للمرحله الثانيه وهي مرحله التصميم. في مرحله التصميم بناخد بالنا من ايه بقى؟ ان التصميم بتاع المطبوعات مختلف بشكل كبير حتى في تنفيذه عن تصميم السوشيال ميديا. بمعنى ان مش اي حاجه هتظهر على الشاشه عندك في تصميمات السوشيال ميديا ينفع تظهر في الطباعه. افهمها ازاي او اخد بالي من ايه؟ تاخد بالك ان تصميمات الطباعه بتميل اكتر ان هي تكون خطوط صريحه وواضحه، سوليتات. يعني لما تيجي تحط لون تحاول تبعد عن التدرجات اللونيه بشكل كبير. اي حاجه تلاقيها على الشاشه معتمده على الاضاءه، افكتات كلها جلو، اضاءات وبلور وعزل والكلام ده، كل الحاجات دي النتيجه بتاعتها في الطباعه ما بتبقاش كويسه. تصميم المطبوعات بتكون دايما محتاج الوان صريحه وواضحه وتفاصيلها حاده، بيبقى نتيجته احسن بعد عمليه الطباعه. يعني حتى لو على الشاشه عندك مش كويس او مش احسن حاجه، في عمليه الطباعه بتظهر النتيجه بشكل افضل وبيكون المنتج شكله احلى كتير. وده ممكن تكتسبه بالخبره. يعني انت مع الخبره هتلاقي نفسك عملت حاجه شكلها حلو قوي، تيجي تشوفها على المطبوعات تحس ان شكلها وحش، مش هو ده اللي انت كنت عايزه. هو كانت مبهره على الشاشه عشان الشاشه فيها اضاءه فمظبطه الافكتات والشغل والحاجات اللي انت عاملها، لكن لما تيجي تشتغل مطبوعات هتلاقي نفسك لا، النتيجه بتبقى احسن لما الدنيا بتكون ابسط واوضح. علشان كده دايما مصممين المطبوعات بيفضلوا يشتغلوا على برنامج الستريتور وما بيفضلوش يشتغلوا على برنامج فوتوشوب. ليه؟ عشان خاطر برنامج الستريتور اعتماده قوي جدا على التفاصيل الصريحه، ما بتلاقيش فيه التدرجات اللونيه كتير، ما بتلاقيش فيه عمليات دمج. كل الحاجات دي بنبعد عنها في تصميمات المطبوعات. وبرده عشان تبقى انت فاهم ليه بالظبط، لان دايما مكن الطباعه اللي بيبقى موجود خصوصا في السوق المصري ما بتكونش دايما موديل السنه، ودايما المكن الطباعه ليه حالات
لان هو بتبقى اسعاره غاليه جدا، فانت مش ضامن انت هتطبع على انهي مكنه والعميل هيطبع على انهي مكنه. فهنا بنبقى بنتجنب اخطاء الطباعه في الديزاين اللي احنا بنعمله. فانت وانت في الحاله دي بتبقى باصص لبعدين، لا انا هعمل الديزاين اللي ما يكونش فيه ريسك في عمليه الطباعه. هتلاقي اغلب تصميمات المطبوعات بالشكل ده حتى العالميه، هتلاقي دايما تصميم المطبوعات ما بيبقاش شبه تصميمات السوشيال ميديا، ما بيبقاش فيه التفاصيل اللي هي الاوفر اللي احنا بنعملها، عمليات الدمج والتفاصيل دي اللي احنا بنعملها في تصميمات السوشيال ميديا. خلاص كده هنطلع من مرحله التصميم، وممكن بعد كده نعمل حلقات لو انتم مهتمين نتكلم عليها بالتفصيل. بس انا عايز في الحلقه دي اللي مهتم فعلا يخش مجال تصميم المطبوعات يكتب لي تحت في الكومنتات عشان اكمل السلسله دي، عشان انا لو ما لقيتش اهتمام وما لقيتش الناس مهتمه فانا هضطر ان انا اطلع من السلسله دي. تالت حاجه معانا ودي مرحله ما بعد التصميم. المرحله دي بقى بالنسبه لمصمم المطبوعات اهم مرحله، في كذا حاجه ان هو يعملها، الموضوع بالنسبه له ما انتهاش، ده هو لسه كده يعتبر بيبدا شغله. فهتلاقي بعد ما خلص التصميم مصمم المطبوعات بيهتم بحاجه مهمه جدا، وهي عمليه التامينات، ان هو يامن شغله. يامن شغله ده اللي هو ايه؟ يامن شغله ان هو يهتم بكل تفصيله في الديزاين بتاعه ان هي ما تبص في عمليات الطباعه. زي ايه مثلا؟ زي ان هو يعمل بليد حوالين مثلا البيزنس كارد او الفلاير او ايا كان التصميم بتاعه، علشان التصميم بتاعه ما يتقصش غلط، او لما يجي يتقص ما يقطعش حاجه من الكلام. يعني احنا بنعمل بليد حوالين الديزاين بتاعنا، والبليد ده بنسيبه فاضي، ما يكونش فيه اساسيات في التصميم. ممكن يكون فيه الباك جراوند عادي، مش بنسيبها بيضه، يعني نسيب الباك جراوند بتاعت الديزاين بتاعنا عادي في البليد على اساس لو حته اتقصت منها ما تبقاش مشكله. بس ما ينفعش في البليد ده او ما ينفعش في الجايد اللي انا عامله ده ان يكون فيه كلام، عشان الكلام لو اتقص خلاص كده الموضوع انتهى. البيزنس كارد طار اول حرفين منه او طار اول حرف من اسمك، فخلاص كده مش هينفع يكون بيزنس كارد بتاعك. دي اول نقطه بنهتم بيها في مرحله ما بعد التصميم. ثاني نقطه بنهتم فيها بمرحله ما بعد التصميم الالوان. يعني انا خلاص امنت البيزنس كارد بتاعي وظبطت كل حاجه، واهتميت جدا بمقاسات الخطوط ان هي تكون مقروءه، مكان اللوجو بتاعي، التفاصيل الاساسيه ان الحاجات ما تبقاش محذوفه على الحروف، كل التفاصيل الاساسيه دي اهتميت بيها في التامينات. وده في حالات التصاميم البسيطه اللي هي زي البيزنس كارد وكده. لكن في تصميمات بتكون اصعب شويه في عمليه تامينها زي العلب، وبرده دي لو انتم مهتمين هنعمل الكلام ده بالتفصيل مع بعض. بس انا عايز الناس تكتب لي في الكومنتات ان هي مهتمه بالسلسله دي وانا هستمر فيها على طول. بعد ما خلصنا التامينات بتاعتنا هنخش المرحله اللي بعديها، وان احنا نظبط الالوان الخاصه بالبيزنس كارد بتاعنا ونتاكد ان كل لون معمول بشكل صحيح. الحته دي يعني هي الحته اللي فيها البهريز او فيها الخبره كلها بتاعه مصمم المطبوعات، ان هو بيعرف يطلع كواليتي مظبوط وما يكونش فيه اخطاء في عمليه الطباعه. لان انت ممكن هنا تتسبب ان يحصل في عمليه الطباعه هزه في الكلام. يعني انت مثلا كاتب العنوان بطريقه معينه ما فيهاش ستروك ابيض، تلاقي يطلع لك ستروك ابيض في الطباعه. طب هي غلطه طباعه؟ لا، غلطه مصمم. تلاقي كلام طالع مزغلل او مهزوز، تروح المطبعه تقول له الكلام طلع مهزوز، هيقول لك لا دي غلطه مصمم، وهي فعلا غلطه مصمم. الحاجات دي كلها المفروض ان انت بتظبطها في عمليه التجهيز لفصل الالوان. يعني بعد ما امنت اجهز لفصل الالوان، اراجع الاربعه لون بتوعي اللي هو السيان والماجنتا واليلو والبلاك، واظبط كل تفصيله فيهم. طيب بعد ما خلصت مرحله تجهيزات فصل الالوان بنعمل مرحله المونتاج، ان احنا بنمنتج البيزنس كارد بتاعنا. ومرحله المونتاج دي فكرتها كلها ان انا ما ينفعش اطبع بيزنس كارد مقاسه مثلا 5×9 على ورقه فرخ متر في 70. ما هي مكنه الطباعه دي بتطبع بورقه مثلا متر في 70، او مكنه نص بتطبع مثلا 50×70، او مكنه ربع بتطبع 50×35 سم. فانت هتحط ال 5×9 ده على 50 او 35 سم وتروح تطبعه لوحده، هيبقى كل الابيض ده هدر، فمفيش حد هيشغل لك المكنه عشان يطبع لك كارت. فانت بتبقى هتعمل عدد كروت، فعدد الكروت اللي انت هتعمله ده بتوزعه على مقاس الورقه بالمكنه اللي انت هتشتغل عليها. يعني انا مثلا هطبع الكارت ده على مكنه ربع، المكنه الربع مقاسها 50×35، فهاخد الكارت اكرره على ورقه مثلا 30 مره عشان يبقى على ورقه 50×35، وتقدر بعد كده تطبع الربع فرخ ده كامل في المكنه الربع، ويطلع لك مثلا الورقه الواحده تطلع لك 30 كارت. وخد بالك ان في عمليه القص دي اللي هيأثر عليها التأمينات اللي انت كنت عاملها قبل كده في الكارت. مفيش كلام لازق في الحروف، وعامل تأمين حواليه عشان خاطر وهو بيقص ما يقصش الكلام. فبص الموضوع كله مترابط في بعضه. بس اللي عايزك تبقى فاهمه ان العملية في الاخر بسيطة وسهلة مش صعبة، لازم بس تكون دارسها وفاهم خطواتها صح، وانت هتلاقي الموضوع بسيط جدا وسهل معاك. وبعد ما خلصنا مرحله المونتاج ودي اخر مرحله عندنا، بيبقى فاضل الحاجه الوحيده الاخيره، ان احنا نستخرج الملف بتاعنا بصيغه مناسبه للمكان اللي احنا هنبعته له. يعني احنا مثلا لو هنعمل طباعه بيكون يفضل ان انت تستخرج الفايل PDF
او TIF. يعني عندنا الصيغتين دول دايما بنشتغلهم في الطباعه عشان خاطر لما تروح لمكان فصل الالوان تقدر تتعرف عليهم وتاخد الشغل بتاعك باعلى كواليتي ليه. وفي الاخر النتيجه بتاعت شغل الطباعه بتاعك بيكون مرتبط بكل المراحل اللي انا كلمتك عليها في الحلقه دي. يعني لو انت مش مأمن ممكن تلاقي الكارت بتاعك مقطوع، الكتابه مش ظاهره، لو انت بالظبط الوانك ممكن تلاقي الكلام مهزوز، ولو انت عندك مشكله في المونتاج ممكن تلاقي الكلام مقلوب. ففي حاجات كتير ممكن تحصل سببها الاساسي بيكون الديزاينر، بيكون مصمم المطبوعات. فعشان كده المهنة دي بتكون فيها حرفية شوية وبتكون فكرتها قايمة بشكل كبير على العملية التنفيذية. يا رب أكون بس اديتك هنت كده بسيط عن فكرة تصميم المطبوعات. وزي ما اتفقنا لو انت وصلت لحد هنا فانت فعلا مهتم بالموضوع، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك الحلقات الجديدة. كان معاكم أحمد غزالي، أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.